المشروع ده فيز 1 اللي هي 88 فدان، الناس هتاكلها مش هتشتريها، هتاكلها. ليه اوفر بالمي تاني؟ ليه اوفر بالمي هيل؟ هو الناس هتاكله مش هتشتريه، هتاكله بمنتهى البساطه. 2025 بالمي هيل يعتبر اكبر مطور عقاري من البيج نيمز بعيدا عن طلعت مصطفى باع في السوق كله. ليه؟ لان هو اللي نزل باوفر على 12 سنه، اول واحد نازل على مشروعين بس، كابيتال جاردنز اللي على الدائري الاوسطي، وباديه اللي موجوده على طريق الفيوم، موجوده بعيده جدا. كابيتال جاردنز اللي هي على الاوسطي الناس كلت الوحدات، كلتها الناس تاخد كل حاجه، الاخضر واليابس في كابيتال جاردن، لان ايه بالنسبه لهم دي في التجمع، دي قريبه. طيب ايه اللي حصل في باديه؟ باديه كان السعر اصلا عالي على مكان زي باديه، زي طريق الفيوم بعيده ومشروع 3000 فدان. باديه من جوه تحفه، بس عشان توصل لها حاليا الامر صعب. لا، باديه في خلال ايام كالوا الانفنتوري. انت عارف عنوان بدرهم وصلت 6 مليون جنيه في باديه، اشتروها على 12 سنه. ليه مشروع جديد لبالمي هيل الناس برضه هتاكله؟ ده بقى مشروع فارست لونش، كله على بعضه 290 فدان، مشروع صغير مش كبير. غير ان هو كله على بعضه 290 فدان، ده فيه فيلل وشقق وفي مدخل العاصمه. يعني هو مش عشان يديك الاتراكتيف بيمنت بلان دي ويديك الاتراكتيف برايس دي رماك في اخر العاصمه، لا ده حطك في اول العاصمه في الار 4 جنب لافيستا سيتي، يعني بالظبط دقيقتين من على الاوسط. لا وعمل معاك ايه؟ قال لك من اول يوم 1.5 على 12 سنه، وسعر الشقق يبتدي من 5.5 مليون. طب انت مش عاجبك ال 5.5 مليون، حاسسها كتير، خدها على 10 سنين، خدها ب 4700. يعني الغرفة واحدة اللي ب 5.5 مليون على 12 سنة ب 1.5% مقدم، مش عاجبك السعر، خدها على 10 سنين، بيمنت بلان برضه طويلة، خدها ب 4700. طب الفيلا التاون هاوس ب 18800 على 12 سنة، تدفع 26 27 في الشهر ودفعة سنوية. طب مش عاجبك السعر، خدها ب 15 مليون. 15 مليون ده في فيلا على 10 سنين، ده بسعر فيلا في مشروع سي كلاس، يمكن تحت السي كلاس كمان في نفس العاصمه. في مشروع سي كلاس الفيلا ب 15 مليون عادي. انا بقول لك خدها مع بالمي هيل في طرح اول في مشروع 290 فدان ب 15 مليون على 10 سنين. مش عاجبك ال 10 سنين، خدها على 12 ب 18800. طب الستاند الون على 10 سنين 22 مليون، ستاند الون في بالمي هيل، ستاند الون في بالمي هيل في ارض جديده على 10 سنين ب 22 مليون، وعلى 12 سنه ب 26 مليون جنيه. المشروع هيتفتح فيه البيع يوم الاثنين، احنا النهارده كام؟ النهارده الاربعاء، ناقص 4 ايام. المشروع ده فيز 1 اللي هي 88 فدان، الناس هتاكلها مش هتشتريها، هتاكلها. 1 بادروم 2 بادروم شقق فيلات هياكلوها. بالمي هيل في العاصمه في ارض جديده باسعار تعتبر كويسه على 12 سنه. ايه المطلوب تاني؟ اكبر مطور بعد طلعت مصطفى باع في مصر كلها في 25 عشان اوفر 12 سنه في مشاريع تعتبر محذوفه. امال لما اجيب لك مشروع في العمار في اول العاصمه في المكان اللي فيه احسن بنيه تحتيه في مصر وفي نفس الاوفر فيز 1 وكله 290 فدان، هطرح لك منه 88 في الاول. اللي عايز يشتري في الاوفر ده هيستفيد استفاده غير طبيعيه.